مش هتصدقوا ان الشخص اللي قدامكم ده حبس بنته اكتر من 24 سنة في سرداب تحت الارض، محدش يعرف عنها حاجة خالص الا الاب ده. وخسارة يتقال عليه اب، ده يتقال عليه وحش. لا ده كمان اغتصبها فوق 3000 مرة وخلف منها 7 عيال، وكل ده بيعمله مع مين؟ مع بنته. اعوذ بالله. والله مسكينة البنت دي، لان اللي عمله ابوها معاها هيصدمك حرفيا. وللاسف القصة دي حقيقية. فتعالوا نشوف ايه اللي حصل للبنت دي، وازاي اصلا امها ما حستش بالموضوع، وهل هتقدر تعرف تخرج من تحت الارض ولا هتموت هي وعيالها تحت الارض. الحوار كله عن جوزيف فريتسن، وده اتولد في النمسا سنة 1932، وكان من أسرة فقيرة جدا. واللي زاد الأمور تعقيد إن أمه دخلت السجن وهو لسه طفل صغير، وطبعا السلطات الحكومية دخلوه دار الأيتام لأن ما كانش له حد يربيه من أهله. ولما بقى أمه طلعت من السجن استردت ابنها جوزيف تاني، لكن لما استردته كانت معاملتها ليه عنيفة، كلها ضرب وشتيمة وإهانة، لدرجة إن هي خلت جوزيف شخص عدواني وعصبي جدا. لكن مع كل الأمور دي كلها قدر جوزيف إن هو يكمل تعليمه وتخرج من كلية الهندسة الكهربائية، وكمان اشتغل في مجاله، اشتغل في شركة. مش زي عندنا تلاقي المهندس شغال كاشير والمحاسب شغال بياع، لا هم ما عندهمش الكلام ده. المهم جوزيف شاف بنت عندها 17 سنة وتعرف عليها وحبها واتجوزوا، وكانت حياتهم مستقرة وخلف منها 5 بنات وولدين، والدنيا بقى كانت ماشية معاهم تمام، وحياتهم كلها هدوء في هدوء، لغاية لما بنته الكبيرة إليزابيث بقى عندها 11 سنة. هنا بقى نقطة التحول في القصة. بدأ جوزيف يعمل أفعال غريبة ويقرب من بنته بشكل مش طبيعي، وبدأ جوزيف فعلا يتحرش ببنته. والله وأنا بحضر القصة دي ما كنتش مصدق إن ده أبوها أصلا، لغاية لما اتأكدت فعلا إن أبوها. وكمان ما كنتش مصدق إن القصة دي حقيقية لغاية لما اتأكدت فعلا إن القصة دي حقيقية واترصدت ساعتها، وكانت حدث إعلامي كبير جدا في النمسا. بس الراجل ده ما يتقالش عليه أب، الراجل ده فعلا يتقال عليه حيوان. المهم إليزابيث زهقت من أبوها والحركات اللي بيعملها معاها، وأول ما اغتمت 15 سنة قررت إن هي لازم تهرب من البيت ده وتبعد عن أبوها نهائي. وفعلا هربت إليزابيث من البيت، وأول ما اختفت كده أبوها راح بلغ عن اختفاء بنته، والشرطة فضلت تدور على إليزابيث، وقعدوا حوالي أسبوعين يدوروا عليها، وفعلا لقوها. وأول ما الشرطة لقت إليزابيث خدوها ورجعوها للبيت وادوها عند أبوها الوحش ده. وعدت بقى الأيام لغاية لما جوزيف طلب من إليزابيث إن هي تشيل معاه الحاجات دي عشان ينزلوها للدور اللي تحت. وكان بيت جوزيف عبارة عن دورين، الدور التاني ده للمعيشة اللي هو فيه جوزيف وفيه مراته وفيه عياله اللي هي من ضمنهم إليزابيث، ده كان دور المعيشة اللي فوق. أما الدور اللي تحت ده كان دور الأجهزة الكهربائية، كان بيصلح فيها ويظبطها حكم إن هو مهندس كهربائي، فكان بيشغلها ويظبطها ويبيعها للشركات. فكان الدور ده مخصص للأجهزة بتاعته وللشغل بتاعه. طلب من إليزابيث إن هي تشيل معاه بقى الباب الحديدي ده وينزلوا هو وهي عشان ينزلوها لتحت. والله مسكينة إليزابيث ما تعرفش إن هي بتساعد أبوها عشان تنزل معاه الباب ده، وهيبقى هو السجن بتاعها. ولما نزلت معاه وشالت معاه، وأول ما حطوا الباب على الأرض كان جوزيف ماسك قماشة كده فيها مادة مخدر، على طول قرب من إليزابيث وحط القماشة دي على بقها لغاية لما إليزابيث أغمى عليها ووقعت على الأرض. وراح على طول جوزيف خد بنته إليزابيث ووداها مكان تحت الأرض محدش يعرف عنه نهائي. والمكان ده عشان توصله لازم تعدي على حوالي 7 بيبان من الحديد، وبعد ما تعدي منه هتنزل تحت هتلاقي سرداب كده في باب حديد. الباب الحديد ده معمول بباسورد عشان محدش يقدر يفتحه. وفعلا فتح الباب ده، وبعد ما يفتح الباب ده جوه هتلاقي بقى نظام كده، يعني شقة صغيرة، ما تعتبرش شقة، يعني حوالي أوضة مقسمها حمام ومقسمها غرفة صغيرة، يعني حاجة ضيقة خالص وصعبة جدا. حط فيها إليزابيث وقفل عليها، وعمل كل البيبان الحديدية دي والسرداب اللي تحت الأرض ده عشان مراته وعياله اللي في الدور التاني ما يعرفوش عن المكان ده خالص، وعشان برضو إليزابيث وهي تحت لما تفوق وتصوت وتعمل صوت عالي محدش يسمعها نهائي. وفعلا محدش هيسمع إليزابيث خالص لأنها في مكان يعتبر تحت الأرض، لو عملت إيه محدش هيسمعها خالص. المهم لما فات إليزابيث بعدها بيومين دخل عندها أبوها وهي بتعيط وترجاه إن هو يرجعها تاني، لكن أبوها كان قلبه جاحد وفضل يضرب فيها، وبعد ما ضربها للأسف اغتصبها. وبعدين رجع بقى للدور التاني وعاش حياته طبيعية، يعني هو عايش هو وأم إليزابيث اللي فوق وإخوات إليزابيث عايشين فوق، وإليزابيث هي لوحدها تحت في السرداب وهو قاعد معاهم فوق.
لا وكمان ده بيدور على اليزابيث عشان هي كده مختفية عن البيت، وامها هتتجنن عليها قلقانة. كل شوية تسأل الجيران: يا جماعة محدش شاف اليزابيث النهاردة؟ دي مختفية بقالها كام يوم محدش شافها. وتسأل جوزيف اللي هو ابوها، تقول له: شفت اليزابيث بنتنا؟ يقول لها: لا ما شفتهاش. الام كانت تتجنن فعلا، وراحت على طول بلغت الشرطة عن اختفاء بنتها. لكن جوزيف الخبيث ده عمل حركة يعني من أخبث ما يمكن. أول ما الشرطة جت عشان تحقق مع جوزيف ومراته عشان يعرفوا اختفاء بنتهم راحت فين ويعرفوا تفاصيل أكتر عن بنتهم، راح على طول جوزيف قال للشرطة إن هو لقى رسالة قدام باب البيت ومكتوبة: أنا إليزابيث وانضميت لعصابة إرهابية ومش عايزة حد يقرب مني تاني أو يدور عليا. أنا سبت البيت خلاص ومشيت في طريق كده، محدش عايز يسأل عني ولا يدور عليا. أنا مرتاحة في العيشة اللي أنا فيها دي، وأودعكم أبي وأمي. وورا الرسالة دي للشرطة، والشرطة فعلا لما خدت الرسالة وقريتها لقيت مكتوب زي ما انا قلت لكم. بس الشرطة ما صدقتش شوية، قالت: احنا ناخد الرسالة دي ونروح بيها اسم الشرطة وندور ورا الرسالة دي عشان نتأكد فعلا ان ده خط إليزابيث ولا لا. وفعلا طلعت الرسالة دي مكتوبة من إليزابيث. والشرطة هنا خلاص قالوا: يا جماعة بنتكم مش مختفية ولا حاجة، بنتكم مشيت بإرادتها وأكيد هترجع برضو بإرادتها. وقفلوا المحضر على كده. وطبعا الرسالة دي جوزيف أجبر إليزابيث إن هي تكتبها. أول ما عرف إن مراته فوق في الدور التاني بلغت الشرطة عن اختفاء بنتهم، قال لها: إليزابيث اكتبي الرسالة دي على طول. ولما إليزابيث رفضت فضل يضرب فيها ويديها بالإقلام ويعنفها لغاية لما أجبرها إن هي تكتب الرسالة دي. ولما كتب الرسالة دي خلاها معاه. أول ما كانت الشرطة اداهم الرسالة دي. واستمرت يا عيني إليزابيث في السرداب اللي تحت الأرض ده لسنوات طويلة. وكان جوزيف كل يومين يزور إليزابيث، يجيب لها أكل ومية وشرب وكل الكلام ده، ويخش عليها ويغتصبها وبعدين يطلع في الدور التاني فوق. استمر الحوار ده أكتر من 24 سنة، وخلف من بنته 7 أطفال. أنت متخيل؟ خلف من بنته 7 أطفال. يعني مش عارف العيال دول هيقولوا له يا جدو ولا يا بابا. ده كمان لما كانت إليزابيث ما ترضاش تسمع كلامه، أو العيال بتاعه الصغيرين اللي هم من إليزابيث ما رضوش يسمعوا الكلام، كان يقطع عنهم المية والكهرباء ويخليهم قاعدين أيام كتير من غير ولا أكل ولا شرب ولا كهرباء. لما العيال كتروا تحت خد منهم 3 عيال وحطوهم قدام الباب، على أساس يعني إن إليزابيث هي اللي بعتاهم. حطوهم قدام الباب كده، وأول ما فتحت إليزابيث لقيت عيال صغيرة محطوطة في شنطة، وأول ما شافتهم وشالتهم لقيت مكتوب على الرسالة: أنا إليزابيث وبعت لكم العيال دي تربوهم عشان أنا ما عنديش استطاعة إن أنا أربيهم. وهي طبعا ولا كتبت ولا بعتت ولا عملت أي حاجة. كل ده من تخطيط جوزيف عشان يخف الحمل من تحت. كانوا كتار تحت، قالك أشيل 3 عيال أحطهم وأربيهم عندي في الدور التاني فوق، على أساس إن إليزابيث هي اللي بعتاهم. وفعلا الامور مشيت زي ما هو عايز بالظبط. وكانت لما مرات جوزيف تشك في جوزيف وتقول له: انت بتقعد تحت كتير ليه في الدور اللي تحت بتاع الاجهزه الكهربائيه؟ يقول لها: انا بنزل بعمل شغلي، بنزل بصلح الاجهزه الكهربائيه دي واظبطها واعرضها للشركات وابيعها. وقال لها ان هو لما ينزل تحت للدور التاني محدش ينزل وراه خالص، ولا حد يجي عنده ولا يبعت له اي حاجه، لانه بيبقى مشغول في شغله في الاجهزه الكهربائيه، ولو عمل حاجه غلط حاجه ممكن تتفجر او اي حاجه من الكلام ده. فحرص عليهم يعني ان هو لما ينزل تحت للدور التاني محدش ينزل وراه تماما. وطبعا مرات جوزيف ما شكتش فيه عشان هو فعلا كان شغال في الحاجات دي. ومرت الايام على كده لغايه لما جه يوم 19 ابريل سنه 2008، وواحده من بنات اليزابيث اللي معاها تحت تعبت، وهي كريستينا كانت طفله صغيره وتعبت. ولما كانت تعبانه كان عندها مشاكل في الكلى، وكانت تعبانه جامد، ما كانش اي حد يقدر يعالجها في المكان اللي هي فيه ده، كانت لازم تروح عند دكتور. وكان عند جوزيف ان هو لما حد يتعب وهو في السرداب تحت كان يجي يعمل له كمادات، لو حد متعور كان يجي يلف له شاش كده. لكن لما اليزابيث لقت بنتها في الوضع الصعب ده كلمت جوزيف وقالت له ان البنت تعبانه جامد ولازم نوديها عند دكتور، لانها لو ما وديناش عند دكتور هتموت بالطريقه دي. وفضلت اليزابيث تتحايل على ابوها عشان يشيلوا الكريستينا الصغيره بنت اليزابيث ويودوها للمستشفى. لكن جوزيف كان رافض تماما. لكن اول ما شاف ان كريستينا وحالتها الصعبه دي قال لها: خلاص ماشي، انا هاخد كريستينا واوديها المستشفى عشان الدكتور يعالجها، بس انت هتفضلي قاعده في السرداب هنا ما تتحركيش من مكانك خالص. اليزابيث قالت له: ماشي، خدها وديها عشان هي تعبانه جامد وهتموت. وخدها فعلا جوزيف وطلع على المستشفى. ولما دخلوا المستشفى بقى والممرضه شافت البنت وحالتها الصعبه دي استغربت، لان البنت كانت تعبانه جامد وكان وشها اصفر، وكان معاها راجل كبير، فشكت في الموضوع. وشكت اكتر كمان
لما ما لقوش بطاقة هوية للبنت الصغيرة دي ان هي تدل ان هي قريبة الراجل الكبير ده. شكت في الموضوع، لكن مشيت الدنيا وخدت البنت وقعدتها على السرير وبدأوا يعالجوا فيها. وبعد ما خلصت وعالجتها وحست ان البنت بقت كويسة نوعا ما، طلعت على إدارة المستشفى وبلغتهم بالحوار ده، وقالت لهم ان هي شاكة ان البنت دي مخطوفة والراجل الكبير ده خاطفها. على طول إدارة المستشفى بلغوا الشرطة، وأول ما الشرطة جت كان جوزيف ساب كريستينا في المستشفى وروح عشان يجي لها تاني يوم، يعني روح البيت. ولما رجع وإليزابيث شافته قالت له أنا لازم أنزل أطمن على بنتي، أنا قلقانة على بنتي جامد وخايفة يكون حصل لها حاجة. وفضلت تتحايل على جوزيف وتتكلم معاه كتير على أساس إن هو ياخدها ويوديها معاه المستشفى. وفعلا جوزيف وافق وقال لها هاخدك معايا وهوديكي تطمني على بنتك وهنطمن عليها ونجيبها ونرجع من غير ما تتكلمي مع حد نهائي ولا تعملي قلق. وخلاص اتفقوا على كده، وقالت له ماشي مش هعمل اي حاجه خالص ولا هطلع صوت، هروح بس معاك المستشفى اطمن على بنتي ونجيبها ونرجع. وفعلا جوزيف خد اليزابيث وطلعوا على المستشفى. واول ما دخلوا من باب المستشفى كان الضابط واقف مع الممرضه. اول ما شافته الممرضه قالت للضابط هو ده يا فندم. على طول ضابط الشرطه راح لجوزيف واليزابيث وخدهم على اسم الشرطه وبدا يحقق معاهم. ولما جوا يحققوا مع اليزابيث قالت لهم اقول لكم انا على كل حاجه بس بشرط ان انتوا تحموني ومحدش يتعرض لعيالي ولا ليا باي ضرر سواء من ابويا او من اي حد. بعد اذنكم انا هتكلم بس توفروا لي الحمايه. وفعلا الشرطه قالوا لها اتكلمي ما تخافيش واحنا محدش هيقدر يلمسك ولا حد هيقدر يجي جنبك، احكي وقولي في ايه وايه اللي حصل والراجل الكبير ده ايه ظروفه. قالت لهم الراجل الكبير ده ابويا وحابسني من 27 سنه تحت في سرداب وخلف مني 7 اطفال، وكل ده بعد ما اغتصبني حوالي 3000 مره، وارجوكم خلصوني منه لاني خلاص انا بقيت فاقده الامل ان انا اطلع من السرداب ده، ولما طلعت منه مش عايز ارجع ليه تاني. وطبعا القوا القبض على جوزيف وراحوا فتشوا البيت وطلعوا الاطفال اللي تحت في السرداب وحكموا على جوزيف السجن مدى الحياه لانه ارتكب عده جرائم في حق بنته وعيالها. وطبعا ام اليزابيث لما عرفت بالحوار ده كله اتصدمت حرفيا، لان بنتها اللي كانت بتدور عليها وغايبه بقالها 24 سنه كانت تحتها في الدور اللي تحت. واتصدمت اكتر كمان لما لقت جوزها هو اللي اغتصبها وسجنها تحت اكتر من 24 سنه، لا وكمان ده خلف منها 7 عيال. صدمت حرفيا وقررت امها وعيالها واليزابيث ان هم يسيبوا البلد دي نهائي ويغيروا بطريقهم الشخصيه ويعيشوا في مكان بعيد عن المنطقه اللي هم فيها عشان يقدروا يعيشوا حياه طبيعيه.